الصلاة ذكرت في القرآن تقريبا 90 مرة. مفيش ولا مرة ربنا قال وأدوا الصلاة، ولا مرة. كلها أقيموا الصلاة. الصلاة إقامة بمعانيها كلها. أنا وقفت عند آية قريت التفسير ما اقتنعتش قوي، فقلت ربنا أمرنا بإعمال العقل. إعمال العقل في القرآن مهم جدا. أفلا يتفكرون، أفلا يبصرون، مليون مرة. إعمال العقل ده جزء من ديننا. ففي آية وقفت عندها، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أولا الحمد لله إن ربنا ما قالش والذين هم في صلاتهم ساهون. كانت صلاتنا كلها باطلة. مين فينا ما بيسرحش؟ إلا يعني من رحم ربي اللي ما يسرحش في الصلاة. ده في واحد راح للرسول عليه الصلاة والسلام قال له أنا بسرح في الصلاة. قال له طب روح صلي، ولو ما سرحتش هديك الرداء بتاعي. لما خلص صلاة قال له رداء لك يا رسول الله. قال له سرحت في ايه؟ قال له هاخد الرداء البني ولا الاسود؟ فده والرسول ما زعلش. فالذين هم عن صلاتهم ساهون فويل للمصلين. عارفين كلمة ويل اتكررت في القرآن؟ ويل للمكذبين، اللي بيقول ربنا مش موجود 10 مرات ورا بعض. ويل للمكذبين، ويل 10 مرات ورا بعض. ويل للمطففين. معقول واحد ساب العشاء او ساب المغرب يبقى الويل له زي المطفف وزي المكذب؟ اشك. امال ما هذا المعنى؟ المعنى ده انا فهمته. رحت اقضي عمل فقالوا لي الموظف بيصلي، فاستنيته. قالوا بيصلي الظهر، استنيته. جه راجل مصلي تمام، عشان يعمل لي شغلي خد رشوه. هو ده اللي الويل له، هو ده. نسي انه بيصلي. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هو نسي انه بيصلي ومد ايده ياخد رشوه. طيب لو انا من ديانه اخرى مش هطعن في هذا الدين؟ اقول لك ادي يا سيدي الرجاله اللي بيصلوا ومرتشين. حذاري من واحد يعلن امام الناس انه رجل دين ويكون اعماله كلها مخالفه للدين. هذا هو الويل له. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. نسي